اليوم يا إخواني يوم الوعي، واحفظوا اليوم ايه؟ يوم 10 مارس، بكرة يوم 11 يكون فات شهر على زواج حسني مبارك. احفظوا هذا. احنا النهاردة يوم الوعي، ان ننتبه حتى لا تسرق هذه الثورة. هي الثورة ناويين يسرقوها طبعا، وانا اقولها لكم باعلى صوت استطيعه، ولو كنت استطيع ان يبلغ هذا الصوت من اسوان الى اسكندرية الى مرسى مطروح الان لفعلت. انا لست ممن يثقون في المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بل انني اعتقد انه يلعب اللعبة الكبرى، وسأسوق لكم الدلائل الان، لاني لم آتي لأجامل الناس، انا جئت لأركز هذه المعاني، وحاسبوني وحاكموني لو لم تكن معاني واضحة. يا إخواني والله سامحوني، كنت أريد أن أتجاوب مع عواطفكم، تريدون يا عيني علينا كلنا يا شعب مصر، عايزين نفرح، نريد أن نحتفل بالنصر، نريد أن نشعر بأن ما حدث شيء عظيم. كنت أحب أن أتجاوب مع هذه العاطفة، ولكني جئت اليوم لأقول العكس أيها الإخوة. جئت لأقول لكم إن الأحداث لم تنتهي، وإننا في صلب المعركة، وأننا في قمة المواجهة، وأن هؤلاء الثعالب الماكرة والذئاب العتيدة يريدون أن يسرقوا ثورتنا وأن يلتفوا عليها وأن يحبطوها وأن يعيدوا الأمور فراغ. وأنا أعرف سماحة أهل أسوان، ولكني أخاطب الوعي اليوم، أريد أن نستيقظ. نحن شعب احفظوا هذا، قام بثورات كثيرة في كل تاريخنا، ما من ثورة من ثورات تاريخنا إلا وسرقت وأجهضت، مفيش ولا ثورة تطلع. عمر مكرم، وكان إسلامي وعالم من علماء الأزهر ومناضل كبير، وجد الوالي يأخذ الضرائب ويأخذ أموال الناس ويجلد ظهورهم ويحبسهم، فقام مع علماء الأزهر بصناعة ثورة خلع فيها الحاكم الظالم خلعا، وولى مكانه واليا ليقيم العدل، وتعهد الوالي. فلما ولي، نوطي شوية لو سمحت، نوطي شوية من فضلك. فلما ولي الوالي الجديد إذا به يخدر المشاعر الثائرة، وإذا به يضرب عمر مكرم ويلوث سمعته، ويضرب بينه وبين بقية العلماء، ويستدير على المماليك ويقضي على كل أحد، وينفرد بحكم البلد، بل ويورثها لأبنائه ابنا بعد ابن لمدة 150 سنة. ولما خرج يوما من الأيام في ثورة أخرى أحمد عرابي ليقول له إن الله خلقنا أحرارا ولن نورث بعد اليوم، أحمد عرابي أقسم قال: وإنا والله لن نورث بعد اليوم، ولكننا ظللنا نورث بعده أياما وعقودا وأجيالا، وجاء الاستعمار الإنجليزي وأصبح حاكم يورثنا لحاكم. يجي مثلا جمال عبد الناصر يجيب أنور السادات، بعد يوم السادات يمسك، يجيب السادات يجيب حسني مبارك يمسك، وأصوات شعب مصر لا قيمة لها، لم نختر حاكما. هكذا جاء علينا كما لو كان زي مثلا مطرة نزلت حجرة دحرجت اهو كده والسلام. وحنث قسم أحمد عرابي، وجاء مصطفى كامل وأغلق الدائرة بكلمتين قوسين. أول كلمة قالها قال: الجلاء التام أو الموت، الزؤام. فقالوا له: طب يعني الجلاء التام موافقين، تعال نقعد نتكلم. فأخرج الكلمة الثانية رحمه الله، كان رائعا، كان فاقها،
كان يعرف كيف يصمد شعب في مواجهة ثعلب ماكر يريد أن يسرق ثورته، فقال لهم لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. كلمة تجدونها في كتب التاريخ مشهورة، قوسين الجلاء التام أو الموت الزؤام، لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. أغلقت الدائرة، هيعملوا إيه بقى؟ خلاص. فماذا فعل الإنجليز ومن معهم؟ سابوا هذا الطود الشامخ وراحوا لحد تاني يقبل إن يقعد يدردش معاهم، وفتحوا باب المفاوضات وعملوا له تمثيليه، ومنهم كان ناس مخلصين، انا لا اتهم اتهاما عاما، انما عملوا تمثيليه ان الناس بيفوضوهم يتكلموا، وكانت النتيجه ان المفاوضه قعدت كتير، قعدت 34 سنه بيستهلكوا اعمار امه واعمار شعب. مفيش ثوره الا وسرقت. النهاردة احنا هو واعيين وفاهمين ايه اللي بيجرى، وقامت ثورة 25 يناير. هل يليق بكرامتنا ان نعيد الثورة لتسرق كما سرقت كل ثورات تاريخنا، ام نكون منتبهين؟ احنا بقول لكم اوعوا تسمحوا ان البلد تتسلم للحكم العسكري اللي بيدبح الناس. انتوا فرحانين بثورة 25 يناير اللي الناس خرجوا منها يقولوا ارفع راسك فوق انت مصري، ونسيتوا لانه شباب معظمنا، نسيتوا ان 52 قالوا له برضه ارفع راسك فوق، فقد مضى عهد الطغيان. وفي خلال سنتين منصات الاعدام، وفي خلال سنتين محمد نجيب اتحبس 16 سنة لم يخرج، وفي خلال سنتين فضلت مصر يجي 20 سنة ما فيش واحد يقدر يعمل حزب ولا يطلع قصاصة ولا اسمها صحيفة. اوعوا الحكم العسكري يستقر ويقعد. هم لو ما كانوش شايفين جموع الناس بتخرج اسبوع باسبوع، وانا بقول لحضراتكم بكرة الجمعة اخرجوا بصوت كالرعد يخلع القلوب، قلوب الذئاب، اخرجوا الى ميدان المحطة، لان احنا بكرة ان شاء الله في ميدان التحرير في القاهرة موجودين ايضا بحناجر كالرعد وباعداد ضخمة، عشان لازم يسمع صوت الشعب ان احنا مش بنعمل ده كله وولادنا يتقتلوا عشان نسلم للذئاب يتعبوا بينا. لازم يا اخواني اوعى حد يصلي الجمعة في الجامع اللي جنب بيته ولا يقعد في بيته، لابد ان تسمع هذه القوى في كل محافظة في مصر ان هؤلاء الناس وعوا ثورة عرابي ومصطفى كامل وعمر مكرم ومحمد فريد وجمال عبد الناصر وغيره، وعوا الدروس اللي حصلت فيها ومش مستعدين تسرق منهم ثورة 25 يناير زي ما حصل في تونس وغيرها. احنا مش هنسمح ابدا بهذا التلاعب، نقعد نسلمهم مستندات ونسلمهم اشخاص وبعد 40 يوم مش لاقيينهم. عيل تاه يا اولاد الحلال، ما شفتوش المجرمين بتوع الامن المركزي اللي كانوا هنا اللي اديناهم للجيش؟ مفيش. لذلك وانا مش بهاجم الجيش دول ده احنا، الجيش ده اخويا وجوز اختي وجاري، الجيش هو الشعب. لكن انا بكلمك اننا لن اكون بالامس من نهاجم حسني مبارك والنهارده نالين علشان ما حدش يزعل مننا، بل اقولها واضحة ان الذين قدموا الشهداء بالامس والله اعدوا شهداء للغد اكثر مما قدموه بالامس 100 مرة.